العدس أكلة شتوية صميمة، وطول عمري بعمله شوربة وشعرية وفتة، وأنا أصلا ما باكلوش، بعمله دايما للولاد علشان هما بيحبوه. ومن 3 سنين تقريبا كده حبيت ان انا ادلعهم شوية واعمل لهم العدس بطعم مميز، فشوحت العدس مع شوية خضار، طلع طعمه رهيب، ومن وقتها وانا باكله. فعلا حسيت ان طعمه مميز جدا. وانتي كمان لو لسه بتسلقيه وبتعملي بالطريقة القديمة، انصحك تشوحيه، الطعم هيعجبك قوي. لو مش بتحبيه، بعد الطريقة دي هتحبيه وهتاكليه. تعالي معايا بقى كده نشوف عملناه ازاي، ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. وتجيبي الحلة الكبيرة او الطاسة الكبيرة الغويطة، وحطي فيها مكعبين 3 زبدة ومعاهم شوية صغيرين من الزيت، علشان الزبدة ما تتحرقش. تمام. وممكن تستغني عن الزبدة وتستخدمي سمنة بس لو انت بتحبي العدس بالسمنة، بس فعلا هو بالزبدة طعم تاني خالص. بعد كده هننزل بوحدتين بصل وسط متقطعين، وراس توم صغيرة او وسط برضو نفصصها وننزل بيها سليم. هنركن الطماطم والجزر والبطاطاية على جنب لحد ما نشوح البصل والثوم. عندي هنا الزبدة والزيت هيسخنوا على نار، برضو النار وسط، احنا مش عايزين النار عالية قوي. تمام. او ممكن اعلى من الوسط شوية. المهم هنشوح البصل 30 ثانية تقريبا لحد ما يدبل بس وريحة الثوم تبتدي تظهر. وقتها هننزل بنص كيلو عدس مغسول ومتصفي. تغسلي العدس لحد ما المية بتاعته تبقى رايقة وشفافة، لان اول ما بنغسله بيطلع مية بيضة. بعد كده هننزل بواحدة بطاطس، وواحدتين جزر متقطعين، وواحدتين طماطم متقطعين. يبقى احنا استخدمنا بصل وتوم وطماطم وجزر وبطاطس. بس البطاطس ما تحطيش كمية كبيرة، هي واحدة بس كفاية، علشان العدس ما يبقاش لونه فاتح ويبقى تقيل قوي. احنا عايزين القوام بتاعه حلو ومظبوط، والطعم كمان يبقى مظبوط. نشوح الخضار مع العدس تشويحة خفيفة كده. بعد كده هننزل بمية سخنة، خلي المية تغطي وش العدس. تمام. الطريقة دي يا جماعة أنا عملتها وصورتها كمان في القناة من 3 سنين تقريبا، يمكن أكتر كمان، ممكن يكون 4 سنين، مش فاكرة بالظبط. هتلاقوها بنفس تفاصيلها. حبيت أعيدها لكم تاني لأن الفيديو ده يعتبر ما اتشافش، يعني ساعة ما حطيته في القناة ما اتشافش. لكن الطريقة دي فعلا والله من ساعة ما عملتها أنا بقيت أكل العدس. أنا طول عمري ما باكلوش أبدا، ما بحبش العدس ولا شوربة ولا بشعرية ولا فتة. انا بقيت اكله بكل الطرق دي من ساعة ما بقيت اشوح العدس في الزبدة. الطعم بتاعه بقى مختلف معايا تماما عن الطريقة القديمة. المهم، عشان ما اطولش عليكم، المية هنسيبها تغلي، واول ما تغلي نهدي النار، نغطي بقى العدس ونسيبه يستوي براحته على نار هادية، ومن وقت للتاني نقلبه علشان ما يلزقش في الطاسة او في الحلة. هنلاحظ ان هو استوى كده بنسبة كبيرة جدا. نبتدي في الوقت ده بقى نحطه في الخلاط ونفرمه، او نستخدم الهاند بلندر، فالمتاح عندك هتستخدميه. طبعا علشان انا عندي هاند بلندر وهو كده في الطاسة زي ما هو، هفرمه. طب وقبل ما تفرميه علشان تتأكدي ان هو استوى واستوى كويس، هتاخدي واحدة من الجزر ومن البطاطس وتهرسيهم بالمعلقة. لو لقيتيه كده طري واتهرس معاكي بسرعة، يبقى استوى زي الفل. لو لسه ناشف سيبيه على النار، نار هادية، وحاولي ان النار تكون هادية. الخضار والعدس هيستوي بسرعة، ومفيش حاجة هتلزق في الحلة ولا هتشيط، لان احنا لو سيبنا النار عالية من وقت للتاني هنلاقيه لازق، ولازم نقلبه باستمرار ونقلبه كتير. ولو نسيناه كده كام دقيقة هنلاقي من تحت شاط خالص. فالعدس من الحاجات اللي بتلزق بسرعة. نسيبه لحد ما يغلي، نسيب المية لحد ما تغلي، بعد كده نهدي النار ونبتدي نقلبه، ممكن تقلبتين 3 مش اكتر من كده، لحد ما يستوي. بياخدش وقت كتير، بيستوي بسرعة. وبعد ما نفرمه هننزل بالملح ورشة كمون ورشة فلفل اسود. وما تبالغيش في الاضافات دي خالص علشان العدس يبان طعمه. ممكن تحطي بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وفي ناس بتحط بهارات، وفي ناس بتحط مكعب مرقة وحاجات كتيرة قوي. طبعا دي أذواق في الأكل، بس جربي تحطي إضافات بسيطة هتلاقي طعم العدس مميز جدا جدا. خلاص العدس كده معايا، هحطه على نار هادية كده يكمل السوا. بعد ما تفرميه لازم تسيبيه على النار شوية. ليه بقى؟ لونه بيحلو وبياخد لون أصفر أكتر كده، اللي هو لون الكهرمان، وكمان بيدخل في بقية السوا بتاعه. هنا بقى أنا حطيت معلقتين سمنة في الطاسة، وكنت مقطعة بصلاية صغيرة أو بصلاية وسط، حتت صغيرة كده فرماها ناعم. وهبتدي اشوح البصل. احنا كده هنعمل هنا في الطاسة دي عدس بشعرية. تمام، لان اللي في الطاسة الكبيرة شوربة عدس خلاص.
هنحط لها شويه ميه وتبقى شوربه خفيفه وجميله جدا. ومن وقت للتاني بقلبها اهو والنار هاديه زي ما انتم شايفين. البصله هنا بقى انا حطيتها الاول ليه؟ دايما احنا متعودين العدس بشعريه بنعمله تقليه بصل وبنحمر له شعريه، فانا دايما بعملهم في خطوه واحده، ما بعملهمش في خطوتين. ازاي؟ بسيب البصل يا دوبك يصفر صفار بسيط قوي وبنزل بالشعريه. على ما البصل ياخد اللون الاصفر الجميل بتاعه هتكون الشعريه كمان احمرت واخدت اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. بس البصلايه اللي انا مستخدماها عشان بصلايه حمراء هتحس ان هي فيها كده حتت غامقه شويه. خلاص كده الشعريه اول ما تاخد اللون الذهبي ننزل بالعدس على طول. العدس هنا انا ما زودتوش ميه، يعني كميه الميه اللي حطيناها في الاول ما تبخرش منها كتير علشان احنا مهديين النار، كل حاجه استوت وفرمناه وما زودناش ميه. ناخد شويه وننزل بيهم على الشعريه ونقلبهم تقليبه بسيطه، بس لازم نحط شويه من الميه السخنه لان الشعريه مع العدس لوحده مش هتستوي وهتلزق وهتمسك في بعض. فشويه الميه اللي هيتحطوا دول هيظبطوا القوام وهيسووا الشعريه كويس قوي. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها من العدس، انت عايزه الشعريه كتيره قوي عايزاها قليله فزودي كميه العدس هنا زي ما انت عايزه. انا عايزه الكميه بتاعه الشعريه تكون معقوله، يعني مش كتيره قوي ومش قليله قوي. فاديته تقليبه حلوه كده وزي ما انتم شايفين عامل ازاي، سبته على نار هاديه كام دقيقه وبعد كده غطيته وسبته من غير نار متغطي كام دقيقه استوى وبقى زي ما انتم شايفين كده في الخطوه الاخيره. دي بقى الشوربه هنا انا زودتها كوبايه ميه سخنه في الاخر وسبتها تاخد غلوه وبقت بالجمال ده، لون حلو وطعم حلو وريحه خطيره. اخر خطوه في العدس اللي بشعريه علشان ممكن ما تكونوش خدتوا بالكم انا قلت ايه. انا بعد ما حطيت العدس على الشعريه والبصل قلبتهم مع بعض، نزلت بشويه ميه سخنه وسبته كام دقيقه على نار هاديه. بعد كده طفيت النار وغطيت العدس اللي بشعرية وسبته كام دقيقة، كام دقيقة يعني 3 4 دقايق مش كتير. الشعرية بتكمل السوا بتاعها، ما تسيبيش الشعرية تاخد السوا بتاعها كله على النار، هتلزق منك وهتتخن وهتلاقي فيه كده شوية ماسكين في بعض مش عايزين يفكوا. فسويه بالطريقة دي هيستوي حلو قوي قوي وهيطلع كهرمان زي ما انتوا شايفين كده. شوربة جميلة جدا جدا وريحتها حلوة. العدس ريحته وطعمه مع الزبدة حاجة جميلة حاجة رائعة، مفيش اضافات كتير تخلي الطعم رايح في حتة تانية. كمان العدس بشعرية بصوا طريقة التسوية اللي انا قلتلكوا عليها، شعرية مستوية جدا. البصل كمان حلو قوي، فجربي الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك. طريقة سهلة مش هتاخد معاكي وقت، بس فعلا فعلا لو مش بتحبيه هتحبيه، ولو الولاد كمان عندك في البيت مش بياكلوه ان شاء الله هياكلوه. وان شاء الله لما هتجربي الطريقة دي هتعجبك. والسلام عليكم.